السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير حبايبي ومتابعيني. عندنا النهاردة وصفة ولا أروع. عندنا فطيرة جلاش بمشكل جبن مع اللانشون فظيعة. يلا بينا نبدأ وصفتنا. هجيب معايا فلفل ألوان وهقطعه مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هقطع مكعبات صغيرة. ده الفلفل الأحمر كده معانا جاهز. دي بداية الوصفة بتاعتنا. هنجيب الفلفل زي ما قلت لكم، انا هنا استعملت فلفل واحدة من الفلفل الاحمر وقطعتها مكعبات صغيرة، واحدة من الفلفل الاصفر زي ما انتم شايفين، وهقطعها برضو مكعبات صغيرة بالظبط كده. الفلفل الالوان بيدي قيمة غذائية حلوة جدا، وكمان بيدي كده ايه يعني بهجة للعين ونفس كده. هتشوفوا الشكل بتاعه هيكون خطير خطير خطير. تمام. وكمان معايا انا كان عندي الفلفل الاخضر صغير فاستعملت 2، واقطعهم برضو مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الامر بسيط وكلكم هتقدروا تعملوه. كده الفلفل بتاعنا جاهز. كده انا قطعت فلفل من جميع الالوان، واستخدمت عدد 2 طماطم صغيرين واقطعهم مكعبات صغيرة. تمام. كل حاجة موضحها لكم هنا بالظبط زي ما انتم شايفين كده. طيب معايا هنا ربع تقريبا كده من اللانشون، وتقريبا ربع او اقل من الجبنة الرومي. هجيبهم واقطعهم مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده موضح قدامكم. كله متقطع مكعبات صغيرة بالظبط كده. ننزل في الطبق بتاعنا. يلا بينا نقطع الجبنة. دي الجبنة بتاعتي هقطعها برضو بنفس الطريقة مكعبات صغيرة. وكان عندي في التلاجة شوية من الجبنة الموتزاريلا، هضيفهم كمان وانا بستخدم الوصفة. قطعنا الجبنة نحطها مع اللانشون، وكده تقريبا جهزنا الحاجات بتاعتنا او الحشوة بتاعتنا. نجهز كمان الوش بتاعنا اللي هو مكون من بيض ولبن ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هقلب الكلام ده. انا معايا هنا في البولة بيض ولبن. هنقلب الكلام ده كويس زي ما انتم شايفين. موضحه لكم كل حاجة في الفيديو، وبجد بجد وصفة والله رهيبة رهيبة. طيب كده خلاص جهزنا كل حاجة. انا هنا عملت في صينية كبيرة، كنت عاملة فطيرة كبيرة فعملتها في الصينية الكبيرة بتاع الفرن. دهنتها بالسمنة وهبدأ ارص الطبقات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. سواء بقى معاكي لفة معاكي لفتين براحتك. انا هنا الجلاش اللي كان عندي قسمته نص تحت ونص فوق، وانا بعمل بين كل طبقتين سمنة، مش بين كل طبقة زي ما انتم شايفين كده بالظبط. يعني انا عملت الطبقة الاولى ما حطيتش سمنة وبعدين حطيت التانية، لا حطيت التانية وبعدين حطيت سمنة، وهفردها كويس بالفرشة بتاعتي. موضوع بسيط جدا، ركزوا معايا انا معاكم خطوة بخطوة، بس لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم لان بجد رهيب رهيب رهيب. انا حبيته اكتر من الجلاش باللحمة كمان. تمام. هنا انا خلاص حطيت نص الكمية بتاعتي تحت، وجبت معايا تقريبا معلقتين من الصلصة الكبار، الصلصة الجاهزة، ودهنت بيها الأرضية بتاعتي زي ما بندهن كده عجينة البيتزا. ونزلت بالخليط بتاعي. اول حاجة نزلت بالفلفل، وبعد كده نزلت بالطماطم، وبعد كده نزلت باللانشون والجبنة بتاعتي، وكمان هنزل دلوقتي بالموتزاريلا.
انا هنا كنت نزلت بنص الكمية من كل حاجة، وهرجع تاني اعيد نفس القارة من اول وجديد. يعني هنا نزلت مثلا بنص كمية الفلفل، هرجع اكمل وهكذا. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله مليانة حشو، وفي نفس الوقت هتطلع خطيرة خطيرة خطيرة. شايفين الالوان، شايفين الحشو قد ايه جميل، والله اقتصادية جدا، وفي نفس الوقت طعم. يعني دي تكفي معاكي عزومة كبيرة كمان، ومن لفة جلاش واحدة. انا هنا مستعملة لفة جلاش واحدة، وتكفي معاكي عزومة كبيرة. يعني انت لو عندك عزومة هتنفع معاكي. هنا انا كنت عملت بقية الطبقات بتاعتي وغلفتها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقت حاجة اللهم بارك. هدي رشة بقى كده، هدي فرشة من السمنة وهبدأ اقطع زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خطيرة حاجة ولا اروع. والموضوع بسيط، انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. هبدأ اقطع الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بتقطعي بقى الحجم اللي انت تحبيه، عايزاها قطع كبيره، عايزاها قطع صغيره، الحجم اللي انت تحبيه. بعد ما قطعتها هبدا بقى ايه، انزل باللبن والبيض اللي انا عملناه مع بعض. انزل في كل مكان، احاول ان ما اسيبش مكان. كان عندي رشه، كان عندي حبه البركه، نزلت برشه من حبه البركه، عطتها شكل حلو قوي وكمان قيمه غذائيه زي ما انتوا شايفين كده. حاجه في منتهى الولا يا ولا. شايفين الاضاءه كمان ظلمه، شايفين. وهندخل على فرن ساخن. لو انت الفرن بتاعك بيشتغل من فوق وتحت، شغلي من فوق وتحت وتابعيها. انا الفرن بتاعي بيشتغل من تحت لوحده ومن فوق لوحده، شغلتها من تحت لما خدت لون، وبعدين شغلت من فوق لما خدت لون قمر زي ما انتم شايفين كده. الريحة كانت فظيعة قلب الدنيا، وشايفين الشكل اللي يفتح النفس، يعني فظيعة. وكل الصينية الكبيرة دي بلفة واحدة من الجلاش، مفيش اكتر من كده توفير وبساطة. الصينية دي تكفي معاكي لو عندك عزومة. لو عندك عزومة مكونة من 5 6 أفراد هياخدوا اللي يكفيهم وزيادة، ولو من 7 أفراد هتكفي. زي ما انتوا شفتوا الوصفة. يا رب كده تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، وشاركوني برأيكم. شكرا.